ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وامان. بخير وامان بالرغم من كل الشر والقسوة اللي موجودة حوالينا في العالم. ايه؟ شر وقسوة ايه اللي انت بتقولي عليهم؟ ايه الفقر ده اللي انت استنوا بس عليا قبل ما تتشنجوا عليا كده. اسمعوا بس الحكاية اللي انا جايبها لكم النهاردة. حكاية النهاردة هحكي لكم عن دكتور هيخليكم تفكروا 1000 مرة قبل ما تنزلوا لطبيب الرحمة اللي انتوا رايحين له، عشان ترموا عنده أوجاعكم وتطلعوا مرتاحين، لأن حرفيا الدكتور اللي أنا هحكي لكم عنه ده كان بيريح مرضاه راحة أبدية. دكتور هارولد شيبمان، صاحب أكبر عدد ضحايا في تاريخ القتلة المتسلسلين في العصر الحديث. يلا نبدأ الحكاية. هارولد شيبمان اتولد يوم 14 يناير سنة 1946 في بريطانيا. كان من أسرة يعني تقدروا تقولوا فوق خط الفقر كده بحاجة بسيطة. باباه كان سائق شاحنة ومامته كانت بائعة في متجر بتبيع في محل. كانت الحياة تمام مع بعض كده، كلهم هم 3 اخوات وهو الوسطاني، حذاري من الاخ الوسطاني اديني بقول اهو. نرجع لمرجوعنا. كان شاطر جدا في دراسته، متفوق دايما من الاوائل. حتى في الرياضة كان رياضي، هو يلعب جري، يلعب كذا رياضة، وكان دايما في الرياضة اللي هو بيشترك فيها كان دايما نمبر 1. كان دايما بيكسب ميداليات ويكسب مسابقات. بصوا هو كان بيوصل للاكستريم في اي حاجة هو بيدخل فيها. كان ذكي جدا، لكن برغم من ذكائه وشطارته الا ان كان الكل ملاحظ عليه ان هو يعني منطوي نوعا ما، او مش من النوع اللي بيعمل صحاب كتير. ده ليه؟ لان مامته كان بيقال انها كانت متحكمة جدا فيهم، كانت مسيطرة عليهم تماما، كانت بس مش بقسوة، يعني عارفين اللي هو ايه، اهم حاجة احنا الدايرة بتاعتنا دي بس هي دي اللي نثق فيها، اي حد بره مرفوض. اهم حاجة احنا ما تسمعوش كلام حد غير ماما، ما تثقوش في حد غير ماما، اللي تقول لكم عليه ماما، اي حد بره الدايرة دي مرفوض. وده غلط بيقع فيه كتير من الاهالي، هما انهم مش بيعودوا ولادهم على الحياة بعد فراقهم. وده بالظبط اللي حصل مع هارولد. هارولد لم يتخطى وفاة والدته ابدا، خاصة إن في السنوات الأخيرة اللي قبل وفاة والدته شافها وهي بتعاني بكل أنواع المعاناة. يعني قبل ما تتوفى ب3 سنين باباه سابهم ومشي، لأن هو ما استحملش مراته وعياها والشكوى والمصاريف والحياة الكئيبة دي. لا لا لا، ما تلزموش، راجل خسيس، سابهم وهج. وبعدها شاف مامته وهي بتعاني من مرض سرطان الرئة، كان بيشوفها يوميا بتتعذب، ما كانتش بترتاح إلا لما كانت بتاخد جرعة المورفين بتاعتها. اتوفت وهو عنده 17 سنة، وقرر إن هو يدخل كلية الطب ويدرس تحديدا المورفين. وبالفعل دخل جامعة ليدز كلية الطب وتخصص في دراسة المورفين. اتخرج سنة 1970 واشتغل في أحد المراكز العامة. كان دكتور شاطر جدا، شاب لسه متخرج، كل الناس بتحبه، وكان نشيط جدا ودؤوب جدا في عمله ومركز وكل حاجة. لحد ما في يوم حس بوجع في القولون وارهاق وصداع، دور كده من اللي هو بيشقلب الكيان ده، بس هو المفروض دكتور ويعرف ازاي يعالج نفسه. هو استسهل وقال ان هو هياخد مسكن بس قوي شويه، مسكن او مخدر يعني احد مشتقات المورفين. اخد جرعه زايده شويه، حس وقتها مش بس بتسكين للألم، لا ده هو حس ان الدماغ عليت كده، واللي بصوا بقى الغزاله راقت على الاخر. من يومها وهو يعني ادمن الاحساس ده. بقى المرضى بتوعه هو طبعا كان بيكتب لهم على جرعة مورفين، كان بيديهم شوية ويشيل لنفسه شوية، يديهم شوية يشيل لنفسه شوية، وكان طبعا دكتور فكان بيضرب روشتات ويجيب المورفين اللي هو عايزه. احد زملائه اللي مركزين معاه الله اعلم ولا اللي منافسين منه، المهم ان هو كان حاطه في دماغه كده ومركز قوي في المرضى بتوعه والحوارات بتاعته. لاحظ ان المرضى بتوع هارولد كانوا طول الليل بيئنوا من الوجع، طبعا ما هم مش واخدين كفايتهم من المورفين او المسكن، لان دكتور هارولد مسلطن دماغه وهو وسايبهم هم يئنوا. فبالفعل بدأ ان هو ياخد باله منه كده، وعرف ان هو بياخد المورفين. ابتدوا ان هم يحذروه او يقولوا له ان خد بالك احنا ملاحظين ان الدنيا غريبة. هو استمر في اللي هو فيه لحد ما المستشفى فصلته وبلغوا طبعا عنه. طبعا هو ما اتسجنش ولا حاجة وقتها، لكن اكتفوا بتغريمه، هو دفع غرامة وراح احد مراكز علاج الادمان، وطلع منها بعدها بفترة
زي الفل، ما فيهوش أي حاجة. نسيت أقول لكم إن هو فترة الكلية كان في واحدة صاحبته بيحبوا بعض، طبعًا هو بعد أمّا اتوفت والدته مكانها الفاضي ده كان لازم هو عايز الست موجودة مكان مامته، فكان في واحدة صاحبته في الكلية حبوا بعض واتجوزوا وهُم صغيرين جدًا، وحملت في البيبي بتاعهم الأولاني والحياة استمرت. بعد ما خرج من مركز علاج الإدمان بسرعة بسبب إن هو شخصيته كانت مريحة أوي، وشه كان مريح يعني بصوا اللهم صل على النبي عليه كان وشه كده بيطلع نور، كان لحية بيضة ووش بشوش، قدر يكسب بسرعة ثقة اللي حواليه المجتمع اللي حواليه وبسرعة قدر يبقى أشطر الدكاترة النفسيين في بريطانيا الفترة دي. كان بيعالج في مركز طبي وكمان فتح عيادته الخاصة. سنة 93 فتح عيادته الخاصة، خلاص بقى هو كانت البلية لعبت معاه وفاتح بقى عيادته الخاصة، كان مشهور جدا في بريطانيا، كان أحد أهم الأطباء النفسيين اللي موجودين الفترة دي. هارولد حتى كان بطل فيلم وثائقي بيتكلم عن أهمية دور العلاج النفسي في علاج مريض السرطان. كان دايما تلاقوه مثلا في المناسبات الخيرية، كان راجل سمح وبشوش، كان مريح جدا. الراجل المريح جدًا ده، الدكتور اللي زي العسل، ملاك الرحمة ده، قتل كام؟ عدد ضحايا التحريات قالت إن هم ما بين 250 ضحية ل400 وشوية. هو اعترف إن هو قتل 15 بس، الباقيين ساب الدنيا عايمة، بس المحكمة شافت إن ده عدد كافي جدًا للحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة. كان بيختار ضحاياه إن هم يبقوا كبار في السن، كبار في السن اللي هم بيفكروه بوالدته، اشمعنى دول يعيشوا ووالدتي ماتت؟ خصوصًا كمان إن هو اكتشف إن كان وقتها كان ممكن يكون في علاج لوالدته، لكن عشان هي كانت فقيرة مش هتتحمل التكلفة بتاعة العلاج، فكان العلاج الوحيد اللي يعتبر ليها هو المسكنات، مسكنات لحد أمّا تموت. ده كان مخلّيه من جواه عايز ينتقم من كل الناس، عايز كل الناس تموت، عايز يقضي على البشر جميعًا. شايف أي حد بيفكّره بمامته أو تيجي الفكرة إن ده نفس الحالة بتاعة مامتي، ليه ده يعيش ومامتي أنا تموت؟ بجد هو لم يتخطى وفاة والدته أبدًا، كان بيختار ضحاياه كبار في السن وأهاليهم أو ولادهم مش دايمًا بيسألوا عنهم ومش عايشين معاهم، كان بالنسبة له دول صيدا بقى، دول بقى اللي إيه، اللي أنا يعني هانفذ جريمتي من غير ما حد يسمع ولا يشوف ولا حد هيحس بيّا. وبالفعل على مدار 23 سنة كان بيقتل ضحاياه من غير ما أي حد يشُك فيه. طب اتكشف إزاي؟ طبعًا إحنا عارفين إن برّه لمّا بيبقى شخص متوفي بيبقى في مكتب بيحضّر هو الجنازة والتابوت المناسبة بتاعة العزا والحاجات دي كلّها. ولمّا الشخص بيتوفى لازم بيكون في شهادة من طبيب المعالج بتاعه اللي بتقول سبب الوفاة. لاحظ أحد اللي شغالين في مكتب الجنائز إن عدد المتوفين اللي بييجوا من عند دكتور هارولد كبير جدًا ومتكرر بصورة مُبالغ فيها. فبلغوا فعلًا الشرطة، وقالوا إن العدد اللي بييجي من عنده كبير جدًا، حتى لو هو دكتور ناجح ومشهور والمرضى بتوعه كتير، بس فعلًا العدد مُبالغ فيه. الشرطة حاولت كده إنها تتحرّى عن الموضوع، لكن بصراحة هُم ما دققوش أوي، لإن هو من أول كام حد سألوه ده راجل سمعته حلوة، إيه الدكتور هارولد؟ لا، 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 إلا الدكتور لا، 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 لأ، ما اسمحلكش، ده روحي، 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 ده أنا ما بارتاحش إلا عنده، وسمعته كويسة وراجل بُصّوا راجل بتاع عمل خير، فلا، لا، لأ، مستحيل يكون ده بيعمل حاجة غلط. دي واقعة واترمت في الدرج. واقعة تانية أحد اللي شغالين معاه، الدكاترة اللي شغالين معاه، لاحظت فعلًا إن هو عنده حالات وفيات كتير جدًا، وبرضه بلّغت وبرضه ما اتسمعش كلامها، لحد يوم 24/6/1998 لمّا بلّغوا واحدة اسمها أنجلا إن والدتها اتوفت تعالي استلميها. أنجلا طبعًا راحت هناك بسرعة متسربعة، هي زي ما يكون كانت ساكنة في مدينة غير المدينة اللي ساكنة فيها مامتها، يعني كان في مسافة السكة بس السكة بعيدة شوية، المهم راحت لها بسرعة وهي متسربعة وزعلانة ومخضوضة إن مامتها إزاي تتوفى، ده كانت لسه بتكلمها ما كانش فيها أي حاجة، كانت صحتها كويسة ما كانتش بتشتكي من حاجة، إنها اتوفت دي كانت حاجة صادماها جدًا، واتصدمت أكتر لمّا راحت ولقت إن مامتها موصية وصايا غريبة أوي. أول حاجة إن جثتها تتحرق والرماد بتاعها ينشروه على ورد عباد الشمس.
تاني حاجة إن بنتها وحفيدتها ما يورثوش حاجة منها. إزاي؟ ده أنا علاقتي بيها زي الفل، أنا تحرمني من الورث؟ ليه؟ عملت لها إيه؟ لأ، والأكتر من كده إن هي وصّت إن كل ثروتها اللي هي كانت قيمتها 380,000 جنيه استرليني في البنك، وصّت إن هم دول تتبرّع بيهم للدكتور هارولد شيبمان الدكتور اللي بيعالجها. بنتها بقى كانت محامية بقى ومدقدقة، اللي هو إيه؟ هارولد شيبمان؟ لأ، أنا باطعن على الوصية دي بالتزوير. وقبل أمّا تحرقوا جثة والدتي أنا باطلب إن هي تتشرّح، مش بس جثة والدتي، لأ كمان جثة والدي اللي اتوفى سنة 1977، اللي اتوفى قبل والدتها ب23 سنة. ليه؟ لإن هي افتكرت إن الدكتور هارولد شيبمان ده هو نفس الدكتور اللي كان موقّع على شهادة وفاة والدها. بالفعل جثة والدتها أخدوا منها عينات وحللوها، وطلّعوا جثة والدها وحللوها، اكتشفوا فعلًا إن كان موجود كميات مورفين بطريقة كبيرة جدًا في جثة الاتنين. وهنا ابتدوا بقى يجيبوا الدكتور هارولد شيبمان إن هو اللي كان مسؤول عنهم. طبعًا في الأول أنكر أنا قتلت، أنا قتلت، أنا استحالة. ضيّقوا أكتر عليه الكلام وقَر واعترف بكل حاجة. قال فعلًا إن هو كان بيحقن مرضاه بالمورفين لحد أمّا يموتوا. وقال فعلًا إن هي ما كانتش موصية إن ثروتها تروح له، لكن هو كان عايز ياخد الفلوس دي يسيبها لعيلته، مراته وعياله ال4، ويسيب خالص بقى البلد ويروح يروح هو بقى يعيش في جبل بعيد كده، لإن هو خلاص ابتدى ييأس من الفكرة اللي عنده إن هو يقضي على البشرية كلها. البشر دول ما بيموتوش، مهما نموّت فيهم ما بيموتوش. كمان هو في مرة من المرات حاول إن هو ينضم لبعض الدكاترة المسؤولين عن تطوير الفيروسات عشان يكتشفوا علاج ليها. يعني عارفين أنتم كده إيه لمّا طلعت قالوا إن فيروس كورونا ده كان حاجة كده كانت معمولة قصد عشان تقضي على البشرية، كانت حاجة زي كده. هو كان عايز ينضم لبعض الدكاترة اللي بيعملوا أبحاث في الحاجات دي، بس هُم كانوا بيعملوها بغرض العلاج، لأ هو كان عايز يكتشف فيروس يقضي على البشرية مرة واحدة. لكن ما فلحش، فيئس قال أنا هاخد الفلوس دي يسيبها لعيلته ويروح هو يتكل على الله. لكن يشاء السميع العليم إن دي تكون آخر جريمة ليه، واللي بيها اتكشفت كل الجرايم اللي عملها قبل كده. بعد أمّا اتسجن، بُصّوا كانت مراته دي ما كانتش مصدقة أبدًا، كانت تبعت له جوابات، كل شوية تبعت له جوابات، جوابات تقول له أنا مش مصدقة الدنيا كلها، لو الدنيا كلها قالت إن أنت قاتل أنا عارفة إن أنت مش قاتل، أنا بس عايزاك ترد عليَّ. ما كانش يرد، ما كانش يرد، لحد ما آخر جواب بعتته له كان قبل عيد ميلاده. قالت له أنا مهما أنت ما تردش عليَّ ومهما الناس تقولوا أنا هافضل مش مصدقة الدنيا كلها. آخر حاجة بعتها لها قال لها: "الجميع صادقون وأنا من فعله." بعدها على طول لقوه في سنة 2004 قبل عيد ميلاده، لقوه شانق نفسه، كان كاتب إن هو سبب اكتئابه أو سبب زعله إن هو خذل مراته وإن هو ما كانش قد الثقة بتاعتها. ده الدكتور هارولد شيبمان. لو عجبتكم الحكاية قولوا لي عجبتنا الحدوتة يا يارا، برافو عليكِ يا يارا، احكي لنا حواديت يا يارا تاني، واللي عنده أي حاجة عايز نحكي عنها هابقى مبسوطة جدًا، جدًا، جدًا وأنا باحكي. باي باي.